السلام عليكم. اليوم حضرت لكم حاجب خفاف ومرقين ومنفخين بشكل رهيب، تفتح بسهولة خفيفة وما فيهاش ثقل. نتمنى تجربوها بهذه الطريقة وترجعوا لي بالأخبار. قبل ما نبدا بالوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب. في وعاء نخلط 2 كيلات سميد رقيق مع كيلة فرينة ورشة ملح. نلم ونخلط بالماء دافي حتى نتحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بالنسبة للملح أنا ندير حسب الكمية، ندير كمية الملح كما موالفة ندير الكسرة. بعد ما تحصلت على عجينة طرية نغطي العجينة بكيس بلاستيكي، كيس تجميد، نغمسه في ماء مغلي ونستعمله مباشرة وهو مبلل بدون ما نشفو الماء تاعو. نغطي به العجينة، وهنا السر، الكيس بلاستيكي هو اللي يخلي العجينة ترتاح وتطرى وحدها، يعني ما تحتاجيش تدليك بزاف وبدون تعب. وكل ما تخليها ترطب أكثر كل ما تكون النتيجة أحسن. نخليها ترتاح على الأقل ساعة. بعدها إذا حبيتي تدلكيها غير شوية حوالي 10 دقائق مع ترطيب اليدين بشوية ماء حتى تولي ناعمة ومطاطية. نقسمها كويرات، نحطهم في صحن وندهنهم بالزيت من الفوق، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ساعة أخرى. بالنسبة للحشو أنا دايما نعتمد هذه الطريقة وتجيبنينا بزاف. نبدا نقلي بصل مقطع مع شويه زيت، نخليه يتقلى على راحته، ونضيف شويه لحم مفروم او دجاج، هذا اختياري مش شرط اصلا. المحاجب التقليديه تكون غير بالبصل والطماطم، وهذا غير يزيد النكهه. نضيف شويه ثوم ونتبل ملح، فلفل اسود، راس الحانوت. كي يذبل البصل نضيف الطماطم مرحيه مع شويه طماطم مصبره حسب الكميه، ونضيف فلفل احمر وفلفله حاره مقطعه. نخلي كلش يتقلى مليح ويطيب على راحته بدون ما نزيد الماء نهائيا، على نار هاديه حتى يطيب كلش ويجي معقول. نبدا نشكل المحاجب وشوفوا كيفاش تتفتح العجينه بسهوله بدون ما تتقطع. تقدروا تفتحوها قد ما حبيتوا. هنا باش تفتح مليح نساعد نفسي دائما بشويه زيت. نجمع الطرفين كما وريت لكم هنا ونحشيهم حسب الرغبه. انا حشيتهم بالحشو اللي حضرته معاكم مع شويه جبن مبشور. نغلقها ونطيبها في مقلاة ساخنه حتى يتحمر من الجهتين. بالنسبه للمقله ندير لها شويه زيت قبل ما ندير المحاجب، ونزيد ندير شويه زيت فوق المحاجب، هكذا تجي محمره ومقرمشه. الله نزيد معاكم حبه اخرى باش نوضح كيفاش نفتحها ونعمرها. وهنا بدل الجبن درت كومومبير حتى هو يجيبني بزاف. نحب ننوع في الاذواق ونجرب افكار مختلفه ونطيبهم في مقلاة كما قلت لكم ساخنه حتى يتحمروا من الجهتين. والنتيجة هاي الفيديو يتكلم. محاجب خفاف مرقين ومنفخين بشكل روعة، ماشي معجنين نهائيا وما فيهمش ثقل، يذيبوا في الفم، طعمهم لا يقاوم. اللي تجربها ما تنساش تكتب لي كيفاش جات معاكم النتيجة، وما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.